ست التبه، فاكرينها ولا لا؟ اهي نايمه وسط الزباله، شايفينها ولا لا؟ اهي. وكم مره اتكلمت، كم مره ناشدت المسؤولين، وكم مره ناشدت، وكم مره اتكلمت، ولا حد عبرنا. والنهارده الشكوى لغير الله مذله، الشكوى لغير الله مذله. انا هاخدها باذن الله، وفريق طبي مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه هيجي دلوقتي وهناخدها وهنديها علاج وهناخدها باذن الله. الست نايمه على بطنها بتموت. الراحمون يرحمهم الله، ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا، ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. فين الناس؟ فين الدنيا؟ فين؟ نايمه وسط الزباله، ما حدش عايز يعبرها ولا حد عايز يسال فيها. من ساعه ما شفتها وانا جسمي كله نافض، حرام. انا مش قادره، انا قلت مش هاخدها باللي هي عملته فيا، بس انا مش قادره، عايزه اخدها عشان دي انسانه يا مسؤولين يا عالم. دي روح نايمه في الشارع، نايمه على بطنها. دلوقتي شفتوا فاكرين اول مره جينا عشان ناخدها كانت بتتحرك، دلوقتي مش بتتحرك خالص. ها بصوا وضعها صعب ازاي، وضعها يهز الابدان والروح. مفيش حد فكر يشيلها. اتحايلت على الناس، كلمتهم كتير، محدش عبرني، محدش عايز يقف معايا. بس في الخير بقول لكم، خير اعملوا خير، حسوا بالغلبان. الراجل الطيب ده تعالى انت اسم حضرتك ايه؟ الست دي بقى لها قد ايه هنا؟ بقى لها 6 شهور. انت حضرتك جيتي لها هنا 3 مرات. علي صوتك. جيتي لها هنا حضرتك 3 مرات. الست دي بقت نايمه على بطنها كده بقى لها قد ايه؟ نايمه على بطنها كده بقى لها قد ايه؟ انا هاخدها للدار عشان تعيش حياه كريمه. ايه يا حبيبتي؟ عايزه ايه؟ قولي عايزه ايه يا قلبي، قولي عايزه ايه، انا معاكي. ايوه، هو بص الناس دي كده مش عايزه الناس تعمل لله، اقف على جنب يا صاحبي معلش. يلا. ها؟ طب المطلوبه شو نعمله يعني؟ لا هناخدها الدار معانا. وضعها يا جماعه بصوا وسط الزباله، شايفين الوضع، شايفين يعني واحده زي دي ملهاش اهل، ملهاش ناس. فين اهلها؟ فين ناسها؟ فين لما تكون انسانه نايمه بالمنظر ده في الشارع؟ وانا كلمت المسؤولين ورحت للاسم هنا، ما حدش عبرني، وطلعت مستشفى العباسيه وقلت لهم ياخدوها، ما حدش سال فيا. اين المسؤولين يا بلد؟ لما تكون بني ادمه نايمه في الشارع كده وما حدش عايز يعبرها. وانا ان شاء الله هاخدها النهارده، ان شاء الله. يا جماعه بالله عليكم، الله يكرمكم عشان هي ما تسترش علينا. الله يكرمكم يا جماعه، الله يكرمكم، بس عشان ما تسترش علينا. اتمنى صوتي يوصل للمسؤولين، والنهارده انا هاخدها دار زهره مصر الكبار بلا مأوى ان شاء الله. فريق الطب جاي تابع لمؤسسه سمر نديم وهناخدها وبالقانون. احنا عملنا محضر في الاسم على فكره، محضر ثالثه احنا عملنا فيه محضر، اسم ثالثه احنا عملنا فيه محضر. قالوا لنا احنا مش عارفين ناخدها، خدوها انتوا. ها؟ انا واقفه لحد دلوقتي اعصابي بترتجف قدامها. لا استنى بقى عشان ما تقومش علينا. الله يكرمك. بص خد بالك، خليها كده لحد لما الفريق الطبي يجي بعد اذنك. سيبوه لحد لما الفريق الطبي يجي، ما حدش يجي جنبها بعد اذنكم. نايمه بصوا ازاي وسط الطيب. لا اله الا انت، بتقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك. قولي انت حلوه وجميله، قولي يلا، قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله بتقول يا جماعه، بتقول اللهم بارك. يا رب نقدر نساعدها، يا رب نقدر، يا رب نقدر نساعدها، يا رب.
خلي بالك يا رب. دايما تقول لي بتقعد تحكي اللي حصل معاه. تحكي ايه؟ دار زهرة مصر يا دكتوره هي دي بقى لها هناخدها دلوقتي. احنا عملنا محضر في اسم ثالثه هنا. لا انا هاخدها عشان انا عندي دور، وفريق الطب جاي دلوقتي هننقلها في عربيه لوحدها عملنا 100 محضر عشان يجي حد ان يشيلها. شاء الله. يعني انت حضرتك عملت يعني حضرتك انت عايز تشيلها من هنا. سجلنا كذا مره أيوة، الحالة دي آه. بقالها اكتر من 4-5 شهور كده، المسؤولين ما فيش حد بيستجيب. محدش راضي يسال فينا، ما فيش. محدش عايز. الاهالي هم اللي انت عارف انا جيت لها دي ثالث مره اجي لها، ثالث مره. الاهالي هم اللي دايما وابدا يعملوا لها البتاعه دي، الاهالي بيعملوا لها الحاجات دي. بيعملوا لها المنظر ده. ايوه زائد ان هم ما حدش عارف يشيلها وداها فين. طيب نرجع لورا كده. لا اله الا الله. ده نايمه حواليها ميه كتير وحاجات. هي ما بتمشيش. بس هي المره اللي فاتت لما جينا كانت قامت على فكره، كانت بتقوم. ما هي حالتها بتزداد سوء يا بتسوء. جماعه. ما هو اصل النهارده الناس العاديه مش عارفه تتصرف فيها. بص انا عصبي من اللي انا شفته مع، انا بجد انا بقالي ساعتين بعيط يا استاذه دي من اللي انا شفته معاها. بقى اكتر من 4 شهور كده او 5 شهور. لا اله الا الله. غلط على وجهها. لا بقى لها انتوا عارفينها، انتوا بتشوفوها. قدامها بتقعد تحكي اللي حصل معاها. هي ايوه دكتوره اصلا. هي كانت دكتوره. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اشتغلتي مذيعه مجنونه؟ انا اي حاجه تقولي عليها، اي حاجه هتقولي عليها انا راضيه بيها، اي حاجه انا مسامحاكي. هي مثقفه جدا. المهم تقومي معايا عشان تروحي الدار وتعيشي حياه كريمه. يا جماعه مش عايزين لما، عشان دلوقتي كمان احنا هناخدها ومش عايزين عذاب. هي عايزه ايوه هي عايزه علاج نفسي، عايزه علاج نفسي. احنا هنعالجها ان شاء الله. هي اصلا عايزه حد يتعامل معاها دلوقتي ايوه. باسلوب يكون كويس. اه دلوقتي الفريق الطبي جاي وهتاخد علاج عشان نقدر ناخدها بالمهدئ. مثقفه جدا. اه. ومش هتقوم الا لما حد يقنعها. مش بالاقناع، لازم علاج. هي ساعات هو علاج. بتقوم اللي لازم الفريق يشيلها. ايوه الفريق هو هيدوها هنا وهتقوم معانا ان شاء الله. معاها ما حدش اه يقدر. لا احنا هنشيلها ان شاء الله. الله المستعان. خلي بالك عشان لو في حاجه معاها. لا يا علي، عشان هو فعلا الفريق كمان جاي يلاقي الدنيا متظبطه شويه، ان هم انت بتخوفها، انت بتخوفها. هي بتقعد تهزر معانا وتخش معانا. بتهزر معاكوا، عارفاكوا هي بتسيبكوا يعني، ما بتهزقش حد فيكوا. هي اصلا دكتوره بس اللي عمل فيها كده جوزها. اه هي بتقعد تحكي وبتقعد تتكلم. انت عارف عنها حاجه؟ ايوه يا ستي. تعرفوا اهلها؟ كان في عماره هنا ليها ايوه هي كانت مكتبه. والله عمل فيها كده. حسبي الله. اسمعي منها. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ عديني كده بعد اذنك. هي زعلانه مش عايزه تقوم معايا. خلاص خلاص. سيبها 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 سيبها. على فكره احنا جايين لنا فيديوهات اكتر من كده، بس خلاص. انا دلوقتي ان شاء الله هبشركم بيها وانا واخداها على الدار، وهطلع لكم لايف بعد لما نوصل للدار ان شاء الله، وتشوفوها في حاله صحه، في حاله جيده وصحه جيده باذن الله تعالى، ونشيلها من العذاب اللي هي عايشه فيه ده اللي ما حدش حاسس بيه. لازم نشيلها بالاجباري، بالاجباري، مفيش حاجه اسمها بالراحه، لان انتوا شفتوا حالات قبل كده شلناها اجباري وقدرنا نوصل لاهاليهم، وان شاء الله نقدر نوصل لاهلها. اهلها ليه؟ هم ليهم عارفين ان هي قاعده هنا؟ طب وازاي سايبينها؟ التجمع يا باشا. اهلها في التجمع. انت تعرف اهلها فين؟ طب امال فين اهلها؟ ما انتوا عارفين اهلها فين؟ اهلها يجوا يشيلوها. متبرى منها. لا لا مش بيتبرى، وهم ياخدوها ما رضتش تمشي معاهم. ايوه هو حصل كده يا شيخ. ان شاء الله باذن الله ناخدها. شيخ احنا رنينا على اهلها ايه؟ والدكتور. جبنا رقم اهلها ان والدكتور. شاء الله نقدر ناخدها باذن الله. ادعوا لنا عشان المسؤوليه صعبه وكبيره قوي قوي. ادعوا لي ربنا يعيني ان انا اخدها. انا الناس دي ان شاء الله باذن الله تعالى.